قبل الحياة كانت كلش بسيطة، كلش كانت بسيطة، قلة قليلة تشوف ناس مثلا تقعد تكتب أو تحط خطة، أو صوت المطر طبعا كلش قوي. زين، مو مثل هسه. الحياة كانت سهلة رغم كل الأشياء اللي كنا محرومين منها، لكن الحياة بذاك الوقت كانت أسهل. مساكم الله بالخير والسعادة والرضا، يا رب الكل يكونون بألف خير. طبعا ما متوقعة أنه تمطر بهالشكل هذا، بس يا ربي كلها خير إن شاء الله. شنو اللي لفت انتباهي اليوم وأني أشوف بودكاست أحد المؤثرين، وهو يقول ينصح الزوجة أنه إذا صار عندها عطل بالبيت مثلا، خلي نفرض أنه باب من البيبان انكسرت مثلا، من تجي يعني دا يعلمها هي شلون تسوي تشجيع للزوج حتى يصلح الباب. طبعا انت تشوفوني اضحك يعني، وبصراحة دا اضحك باستهزاء يعني، وكأنه يحسسوك انه الزوج من رح يصلح الباب، وكأنه رح يفتح القسطنطينية مثلا. ليش التعقيد هذا؟ يعني هو ليش التعقيد هذا؟ يعني مثلا ليش اني اجي انصحها للزوجة مثلا انه بدال ما تقولي له قوم صلح لنا الباب، قولي له انت قادر على هذا التحدي، انه اكو باب مثلا انخلعت ببيتنا مثلا وانت قادر تصلحها، بدل ما اجيب اني تكنيشن او مصلح يصلح زين ليش مثلا؟ يعني هو باب مثلا من اللي خلفوها، زين مو هي بابكم وانتم ببيتكم يعني. ثانيا ليش هذا التعقيد؟ ليش هاي المقدمات؟ ليش هذا الاستنزاف؟ زين يعني هو ما رح يعني ما رح يحرر الأقصى مثلا، لا هو رح يعني رح يصلح شيء يعني مكسور بالباب، يعني أخذوها ببساطة كلش عادي. زين احنا المرة مثلا من تريد تولد، يعني هم يجي الرجال يقول لها يعني excuse me يعني بلا زحمة، يعني إذا أنت ما مهيئة تولدين اليوم مو مشكلة، إحنا رح نحتفظ بالجنين فد شهرين مثلا على ما تكونين مهيئة. وين أكو هيجي فيلم؟ وين أكو هيجي شيء؟ زين أنتوا ليش دائما تعقدوها على المرة مثلا؟ أو حتى يابا ما حتى لا تقولون أكو عنصرية بالموضوع. ليش ما ناخذ الأمور ببساطة؟ ليش تحملوها فوق طاقتها؟ يعني الرجال تعاملوا وياه كبيبي، والطفل انزلي المستوى وهو بسن 17، واللي ب24 اصعدي المستوى، واللي ب5 سنوات العبي وياه، واللي ليه زين؟ لا اوكي آمنا احنا نتحكم بمستوى فعالياتنا ويا الطرف الثاني، لكن مو لهالدرجة، هذا استنزاف. لأن أنتم ما تتعاملون ويا روبوت، لا أنتم تتعاملون ويا إنسان حي، ويا كائن عنده كتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف، واللي هي يمكن نفسها كلها. فماكو داعي لا تملون على الناس هالأشياء هذه، ولا تحاولون دائما يعني شلون أقولها أني، تحاولون تمشوهم على آلية أو سياسة هي ما موجودة، يعني ما موجودة. هي مو مجرد أني والله أصور وأطلع الفكرة مثلا وأنشرها للعالم حتى أخبلها زين فوق ما إحنا متخبلين أصلا. لا يعني لا رجال، لا تسمعون كل اللي يظهر على الشاشة. يعني أكو ناس تريد تعيشكم جحيم فوق الجحيم اللي أنتوا عايشين، خلي هيجي أقولها، ودمتم سالمين.